في شرق الجزائر بالأوراس نجد آثار مدينة تيمغاد، واحدة من أقدم المدن التاريخية في العالم، والمصنفة من طرف منظمة اليونسكو كموقع تراث عالمي منذ سنة 1982. نشأت تيمغاد سنة 100 بعد الميلاد خلال حكم الإمبراطور تراجان، أي أن عمرها حوالي 1900 سنة، وكانت في البداية مستوطنة عسكرية، ثم كبرت المدينة وأصبحت تضم العديد من المعالم المهمة، منها الكابيتول، المعابد، الأسواق والحمامات إلى آخره، ومعظمها تعود لفترة حكم السيفيريين، وهي ديناستي أسسها الأمازيغي وإمبراطور روما سبتيم سيفير، وهي الفترة التي عرفت ازدهار المدينة وتوسعها. حتى نمكنكم من معرفة كيف كانت تيمغاد في الماضي وتتصورون كيف كان يعيش بها الأمازيغ والرومان، قمنا بإعادة بناء ثلاثية الأبعاد للعديد من معالم المدينة، والتي سنقدمها لكم في سلسلة فيديوهات. وفي هذه الفيديو سنقدم لكم إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لواحد من أهم هذه المعالم، وهو فورم تيمغاد. الفورم في الفترة الرومانية هو ساحة كبيرة يجتمع بها المواطنون للتعامل في الشؤون الاقتصادية والتجارية والدينية إلى آخره. كمعظم الفورومات، فورم تيمغاد كان يحتوي على معبد كبير، وهذه هي آثاره. وهكذا كان في الماضي. الواقفون داخل الفوروم يمكنهم مشاهدة هذا المعلم الضخم الغني عن التعريف، حيث أن العديد من الجزائريين اليوم يأخذون صور تذكارية داخل هذا المعلم، وهو مسرح تيمغاد. وهكذا كان يبدو في الماضي من داخل الفوروم، وسنشاهد إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لمسرح تيمغاد في الفيديوهات القادمة. وفي هذه الجهة من الفوروم نجد آثار قواعد تماثيل كانت تزين الفوروم في الماضي، كما نشاهد آثار البازيليك، وهكذا كانت في الماضي. ونرى هنا التماثيل والبازيليك. ونشاهد كذلك هذه الساعة الشمسية الضخمة التي تتوسط الفوروم. هذه الساعة لم يتبقى منها اليوم سوى خطوط منقوشة على الأرضية. لكان عجبتك الفيديو ما تنساش تشارك في قناة لو جيد توريستيك وتنشر الفيديو لتعم الفائدة.